السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي. طبعا ما تنسوناش باللايك والشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وموضوع حلقة النهاردة هيكون عن ايوه هو طول العضو الذكري وعلاقته بالمتعة الجنسية للزوجة. هل العضو الذكري طول، سواء كان طويل قصير تخين رفيع، هل ليه علاقة مباشرة بإمتاع الزوجة؟ وهل في بدائل أخرى إن أنت تقدر تعملها عشان تكمل المتعة الجنسية للزوجة؟ وخلي بالك الموضوع شوية معقد، لكن إن شاء الله النهاردة في حلقة النهاردة هنقدر نحل كل النقط المعصلجة معاك في دماغك دي خالص، ونفك لك الأزمات دي كلها خالص. لأن الهدف زي ما قلت لكم من القناة النهاردة هو، أو هدف القناة عموما، هو ان انت حضرتك تبقى عندك الوعي الجنسي، يبقى انت عندك قدرة وواعي جنسيا وعارف ان انت تحافظ على العلاقة بتاعتك ازاي تطول، ازاي تأخر القصف بإرادتك انت او بقوتك انت. ليه؟ لان بكل بساطة مشكلتنا ان انت زي ما قلت لكم في فترة من الزمن عندك مشكلة، خد دواء مثلا كان بتاع قلب للانتصاب، عندك مشكلة عايز تأخر خد دواء مش عارفة ايه مضاد للاكتئاب، عندك مشكلة تالتة طب خد ادهن المرهم ده. فانت بتلغي نفسك في حين انت راجل شافي معافى. يعني انت ممكن تكون بتلعب رياضة، امورك طيبة، الدنيا تمام، مفيش اي مشكلة عندك وعندك سرعة قصف. هل ده منطقي يعني ان يكون عندك سرعة قصف؟ لا طبعا، بس من الطبيعي ان انت تكون فعلا حاسس ان انت يكون عندك سرعة قصف في بداية جوازك. ده طبيعي جدا. اول مرة زي ما قلت لك يتقال لك يا محاميح، اول مرة يتهمس لك في ودانك، اول مرة يتقال لك كلمة، اول مرة لمسات بتيجي في حتت معينة، كلام بيجي في حتت معينة، الكلام ده كله لازم يعمل لك طبعا إثارة غير طبيعية عن اللي فات. المهم ان انت تصبر وتكمل العلاقة زي ما احنا اتفقنا، على الاقل اول 3 شهور مرتين يوميا. هتلاقي نفسك الامور انت اتعودت عليها، والعضلة زيها زي العضلة اللي بتلعب فيها في الجيم، فبالتالي ان انت بتلاقي نفسك المدة بتاعتك بتتأخر، تحكمك بقى افضل، اتعودت على الكلام، اتعودت على المشاعر. المهم هنرجع تاني لموضوع حلقتنا النهاردة اللي هو طول العضو الذكري والمتعة الجنسية. يعني طول العضو الذكري هل له علاقة بالمتعة الجنسية ام لا؟ طيب احنا اتكلمنا قبل كده في حلقة سابقة على طول العضو ازاي تقيسه، تمام، واتفقنا انه في اقل من نقط معينه زي اقل من 3 سم مثلا. في الحلقه السابقه اتكلمنا نايم او العضو ضارب غفوه منك، ففي الحاله اللي هي المرتخي يعني، وكمان انتصابه اقل من 7 سم لازم تروح لدكتور ذكوره فورا وما تتجوزش. يعني انت بلاش تتجوز عشان هيبقى فيه مشكله. اتفقنا؟ يبقى ادي ايه؟ ادي نوع، فده بره القصه خالص. الموضوع ده عايز اقول لك نسبته ضئيله جدا بين الرجال. يعني الموضوع ده اصلا يعني نسبه حدوثه ضئيله جدا، فانت طبيعي ان شاء الله ما عندكش المشكله دي. خلاص. طيب النقطه التانية، الراجل اللي هو مش راضي عن العضو بتاعه يعني او طوله، عشان بس نبقى فاهمين، لازم نبقى فاهمين الايه الاجزاء. اللي هو مثلا شايفه 10 سم يقول لك لا والله اصلا انا شايفه، قلت لك انت عندك مشاكل، اتفرج ارجع للحلقات الخاصه الافلام الاباحيه هتلاقيها برضو مكتوبه، وهتعرف انه الافلام الاباحيه كل الاحجام اللي انت بتشوفها هي احجام غير طبيعيه تماما وراجعه لزوايا تصوير. فانت مش راضي بقى بسبب ان انت كنت بتتفرج على افلام فشايف احجام معينه مش مناسبه ليك، فشايفه طويل رفيع قصير وتخين الكلام ده كله. المهم اللي انا عايز اوصله لك انه الحلقه دي ليك انت، تمام. طيب الجزء الثالث من الرجال اللي هو والله اللي طبعا بلغ، احنا كل الكلام ده يا جماعه البالغين اللي هم تموا بلغوا وصلوا 25 سنه وخلاص، عشان ده اللي بيتم فيه النمو بتاع العضو الذكري بيكون تم تماما. طيب فالبلوغ بقى هنا ان انت بعد 25 سنه، والناس اللي هي شايفه ان هي راضيه يعني عندها 16 سم 17 سم وفيما هو ذلك، يعني 14 15 16 مثلا، وشايف ان الدنيا بتاعته تمام، فانت تمام. لكن عايز الحلقه دي هتفيدك في حاجه واحده اللي هي ايه؟ هل طول العضو الذكري بتاعك مهم للمتعه الجنسيه ولا لا؟ بس دي تسمح. لكن خلينا نرجع بقى للثلاث اقسام. خلينا نقسم طول العضو الذكري لثلاث اقسام. القسم الاولاني اللي هو 3 سم مرتخي و7 سم منتصب. انت كده عندك مشكله. خلاص اتفقنا؟ يبقى ادي الجزء ده من الرجال البالغين اللي هم تموا بلوغهم، خلاص عدوا ال 25 سنه، انت هنا عندك مشكله. عشان بس نحط النقط ونواجه بعض، يعني خلينا نواجه بعض بالحقيقه عشان نلاقي حلول. خلاص نلاقي حلول. وهيبقى عندك احد امرين موجودين حاليا. حلول احنا اتفقنا عليها واتكلمنا فيها قبل كده وقلت رايي فيها، فمش هكرر انا اسف رايي تاني. بس هما الحلين، اما هتحقن الدنيا فيلر ويعمل لك الدعامه، او الحل اللي هو بتاع قطع العصب المعلق، واخر الموضوع ده هو زياده 2 3 سم عشان ما تحلمش، بس عشان تحسب ان هو هيقطع لك اي حته من الخرطوم، فاهمني، ويروح مدبسه قدام ودبس دبس وبتاع، يقول لك تمام الله ينور انت داخل لنا 10 بقوا 30. مفيش منه الكلام ده، هما 2 3 سم اخر القصص يعني. تمام. فانت عندك الموضوع ده
لازم تروح لدكتور ذكورة قبل ما تتجوز، عشان انت هتبقى عندك مشكلة في موضوع الجواز كبيرة وكبيرة جدا. فقبل ما تتجوز رجاء الذهاب الى دكتور الذكورة والجراحة عشان يشوف هيعمل لك ايه، او انسب طريقة تناسب حضرتك ايه، ويبتدي يشتغل عليها. فهتيجي تقول لي اصل في مش عارفة ايه بيتاخد عشان يزود او بيتاخد عشان يطول، انسى الكلام ده. الاعلان تاني، الاعلانات اليابانية واللي انتوا بتشوفوها بتيجي على بعض القنوات اللي هي تقول لك انه رائع، انه منتج رائع، انني استخدمته ولقد زاد زيادة طويلة، انه اصبح يستخدم الان في قضبان السكك الحديدية. الكلام ده غلط، مفيش منه الكلام ده خالص. بل بالعكس، انت ممكن يبقى عندك مشاكل واضرار مضاعفة اكتر من اللي عندك. يبقى دي كده اتفقنا، يبقى ده اول جزء يا شباب. طيب الجزء الثاني الغير راضيين، شباب الغير راضيين اللي هو 8 سم ينفع منتصب، و لغايه ال 12 13 سم تلاقيه يقول لك انا مش راضي عن الموضوع، انا عايز اطول الموضوع. يا عم انت كويس مفيش مشكله، المهم يكون انتصابك حديد. يا جماعه العلاقه مش طول بس، مش طول في عضو، العلاقه كمان انتصاب حديد. خلي بالك انتصاب حديد، الانتصاب الحديد واتفقنا 8 سم وانتصاب حديد احسن من 20 سم ومرخي، خدها قاعده. ف8 سم انتصاب حديد تمام. فدول غير راضيين. فئه الغير راضيين لازم تبقى عارف انه العلاقه الجنسيه برضو خدها عندك، العلاقه الجنسيه مع الزوج مش بس بالعضو، اوعى تفتكر الكلام ده تماما. واحنا لينا حلقه ان شاء الله هنعملها عن الاورجازم، نبقى جاهزين. الاورجازم او كيف تعمل اورجازما ناجحا، او كيف تعمل للزوجه اورجازم ناجح، ده خلي بالك ده حلقه قادمه. واتركوا لي تعليقاتكم يعني، يا ريت بس برضو ما تنسوناش باللايك والشير والمتابعه وتفعل زر الجرس. اكتبوا لي في التعليقات انتوا الحلقه الجايه عايزينها تكون عن ايه. عايزينها عن المكملات بارت 2، عايزينها عن الاورجازم، ازاي تعمل اورجازم للزوجه. لانه خلي بالك 80% من الاورجازم مش بالعضو الذكري بس، عشان نبقى السحلبوز يعني 20% بقى ظروف خاصه. 80% من نساء العالم في الاورجازم بيبقى بطرق تانية، مش بس تبقى انت فاهم يعني، عشان ما يكونش في عندك خلط يعني. طيب الجزء الثالث الناس اللي هي خلاص من فوق ال 14 وانت طالع وخلاص الامور بالنسبه لهم تمام، ما عندوش مشكله، هو راضي عن نفسه او عنده الرضا وتمام واموره كويسه، ده تمام. طيب هل يا جماعه المتعه الجنسيه بتفرق في الثلاثه؟ اه طبعا، ملهاش علاقه بالطول. من الاخر اهو ديني قلتها لك، المتعه الجنسيه ليس لها علاقه بطول العضو الذكري. طول العضو اثر طول ملوش علاقه، ادي يا جماعه بكل بساطه، بكل بساطه. والنهارده كمان عشان بحبك هديك تقريبا 10 ل 12 حقائق عن العضو الذكري، 10 12 حقيقه عن العضو الذكري تبقى عارفهم. حطهم عندك، سجلهم، اكتبهم ورايا، عيد الحلقه، سجل الحلقه عندك، خليها احفظ الحلقه دي، حلقه تاريخيه ليك. محدش هيقول لك الكلام ده زي ما قلت لك. وهدفنا زي ما قلت لك من الحلقه او من الصفحه عامه ان انت تكون واعي جنسيا، مثقف جنسيا، ما تقعش فريسه لاي واحد بيضحك عليك، ولا واحد بيقول لك حقائق مزيفه زي يقول لك اعمل عاده ما فيهاش كذا، اعمل كذا ما فيهوش كذا. تمام. المهم احنا اتكلمنا وفي حلقات زي ما قلت لكم مهمه جدا برضو ما تنسوش متابعتها، زي العاده السريه، طول السحلبوز، ضعف الانتصاب. كل الحلقات المهمه دي لازم تتابعوها وتتفرجوا عليها، وتتفرجوا على الحلقه 7 صدقني، الافلام الاباحيه، فكل دي حاجات مهمه لازم تتفرجوا عليها. حقائق هنقول النهارده حوالي 8 ل 10 حقائق مهمين جدا. هم الحقائق دي انا جايبها من على النقط اللي حضراتكم ارسلتوها، سواء كومنتس في اليوتيوب او على الرسائل الخاصه على الانستجرام، او الكومنتس اللي موجوده في الانستجرام، او الكومنتس اللي موجوده على التيك توك، او الرسائل الخاصه على التيك توك. وعشان كده بقول لاخواتي تملي تابعوني على اليوتيوب عشان برد على كل الكومنتس دي. ما مش طبيعي ان انا هرد على 1000 تعليق، انا برضو انسان وعايز ارد عليك عشان افهمك. فعشان كده بقول لك اتفرج على الحلقه بتاعت اليوتيوب، هي بتهمك اكيد. وطبعا يشرفني ان انتوا تعملوا لي لايك وشير ومتابعه للفولورز الجداد، واحد استفاد جدا. الصفحه زي ما قلت لكم معموله عشانكم، وفيها التوعيه الجنسيه الهامه اللي انت لازم تبقى عارف بطريقه مبسطه وكوميديه وطريقه لذيذه. طيب ال10 حقائق اللي احنا قلناهم، هنقول رقم 1 الحقيقه الاولى ان طول العضو الذكري ليس له علاقه، ودي حاجه اهو تبقوا فاهمينها، ملوش علاقه بالمتعه الجنسيه. يبقى طول العضو الذكري سواء كان من فوق 8 سم، احنا اتفقنا ان هو اقل من 7 سم منتصف في مشكله لازم تروح للدكتور ذكوره في بدايه الحلقه. لكن عديت ال 8 سم طول العضو ملوش علاقه، يعني ممكن يبقى 14 سم ومش ممتع. ليه يا جماعه؟ احنا قلنا انه مهم جدا جنب الطول يكون في انتصاب ويكون الحجم مظبوط عشان الزوجه بتستمتع، بلس التكنيك يبقى في وقت والتكنيك مع الطول العضو الذكري. طيب الحاجه الثانيه القصف بتاع الرجل بيكون كله على بعضه اصغر من معلقه شاي. الحقيقه الثالثه انه في بعض الشباب بيبعتوا لي والله احنا عندنا الخصيه اليمين اقل شويه من الخصيه الشمال، الخصيه الشمال ارفع فوق شويه والتانيه نازله وساقطه. مفيش مشكله، الكلام ده طبيعي، ما تقلقش نفسك. هو ده مش حاسس بالم او في حاجه
مش طبيعيه. الكلام ده طبيعي، مفيش حاجه طبيعيه، روح لدكتور ذكوره طبعا يكشف عليك كشف فحص نظري. انتصاب العضو يؤثر طبعا، انتصاب العضو الذكري بيتاثر بقله النوم. يعني انت لو انت بتنامش كويس، اكلك مش صحي، مضغوط نفسيا، ما تكلمنيش يا معلم على اي حاجه، ما تقوليش اصل الانتصاب ده. ما هو انت صلح نام كويس، كل كويس، انتصابك تمام. وعشان كده قلت لكم ارجعوا للفيديوهات، الخمس فيديوهات الاخرى من ورا بعض من تحت لفوق، خدوهم من تحت اخر 5 فيديوهات قبل الفيديو ده. ده برنامج كامل يا جماعة، ده السر، ده البرنامج الكامل في المكملات الغذائية وفي البرنامج النفسي والرياضي اللي هيخلي عندك انتصاب سحلبوزي قويا يعني. طيب الحقيقة الخمسة ان ساعات وانت العضو الذكري الناس بتقول لي بيبقى مايل ناحيه اليمين شويه، مايل ناحيه الشمال شويه، مفيش مشكله، ده طبيعي، مفيش اي مشكله خالص. طيب الحقيقه رقم 6 اثاره الرجل بيزداد حجم الخصيتين 50% زياده. الحقيقه رقم 7 ان معظم الرجاله بيحتاجوا، طبعا في واحد يجي بيقول لي انا بعد ما عملت العلاقه مع زوجتي لقيت انه لقيت السحلبوز نام مني على طول. عادي، ما هو انت لازم في فتره كده من دقايق لساعه عشان يحصل له انتصاب تاني وتقدر تعمل علاقه تانية. في نهايه الحلقه طبعا بشكركم شكرا جزيلا، ما تنسوناش باللايك وشير والمتابعه، وتابعونا على كل المنصات الاخرى زي الانستجرام هتلاقوها طبعا، والتيك توك. كومنتاتكم، شوفوا انتوا عايزين الحلقه الجايه نتكلم فيها عن ايه. انا برشح الاورجازم طبعا، او كيفيه عمل الاورجازم للزوجه برضو. اما انتوا اكتر حاجه واكتر تعليقات هتلاقيني بجمعها، وان شاء الله هنبتدي نعمل الحلقه الجايه ان شاء الله خلال يومين 3. لو انتوا لايكاتكم طبعا معديه بتشجعوني، وانت اللايك بتاعك مش هيخسرك حاجه، لكن هو بالنسبه لي هو حاجه كبيره، لان ده تقدير منك ليا على الحلقات اللي بنقدمها. سلام عليكم.